الجري من الحاجات البسيطة اللي ممكن أي حد يعملها في أي مكان، سواء في النادي أو على البحر أو حتى في الشارع. ده غير إنها مفيدة جدا للجسم، وعشان تبدأ تجري كل يوم وبانتظام ده صعب وعايز إرادة. لكن لو نجحت إن هي تكون عادة عندك فهيكون أخدت مميزات كتير جدا لجسمك. إيه اللي هيحصل لجسمك لو جريت كل يوم نص ساعة؟ ده اللي هنعرفه النهاردة. شوف الفيديو للآخر واعمل اشتراك للقناة لو لسه ما اشتركتش عشان يوصلك كل معلومة مفيدة بنقولها. ويلا بينا نبدأ. هتكون مبسوط. على حسب الدراسات في ان الجري بانتظام لمدة نص ساعة كل يوم هيحسن المزاج العام للشخص اللي بيعاني من الاكتئاب. مش شرط انك تجري بسرعة كبيرة عشان تاخد الميزة دي، لا، انت لو بتجري بسرعة متوسطة او بسرعة بطيئة او تكاد تكون بتتمشى او بتمد فانت هتكسب العادة دي. ولو بتجري لفترة طويلة فالجسم بيبدأ ينتج هرمون الاندورفينز، وده المسؤول عن السعادة في الجسم. هتحرق سعرات حرارية. الجري محتاج سعرات حرارية كتير عشان تتحرق. فعلى سبيل المثال لو عداء جري وزنه 70 كيلو جرام فهو هيحرق 20 كالوري في الدقيقة على حسب الدراسات، وده لو بيجري بسرعة متوسطة. فلو قدرنا نحسبها ان هو بيجري نص ساعة فهو كده هيحرق 366 سعر حراري في نص ساعة، طبعا على حسب طبيعة كل جسم، انا بتكلم كمتوسط. لو اعتبرنا المثال ده ان هو بيجري في جو عادي او على ارض مستوية، لكن لو بيجري عكس الرياح او بيجري على مطلع جبل فده هيخليه يحرق سعرات حرارية اكتر. ركب قوية. معظم الناس بتقول ان الجري يضر الركب، ده غلط. فالجري مفيد جدا لصحة الركب. العلماء قالوا ان العدائين او لعيبة الجري اقل عرضة لآلام الركب من الناس العادية اللي مبتجريش، وده عشان الجري بيحافظ على مؤشر كتلة الجسم الطبيعية وبيقوي عضلات الرجل والعظام. فكل مرة رجلك بتضرب فيها الأرض وانت بتجري بتعرض عضلاتك وأوتارك والأربطة للضغط، ده اللي بيخليهم يوم ورا التاني أقوى. فالمشي والسباحة والألعاب التانية مفيهاش النوع ده من التحملات على الركب وعضلات وعظام الرجل. صحة للقلب. التمارين بتساعد على تقوية نظام القلب والأوعية الدموية، وكمان مش هتكون محتاج انك تجري فترة طويلة. فعلى حسب الدراسات ان 10 دقايق من الجري البطيء كافية جدا انها تقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، بس لازم تجري كل يوم. كفاءة في التفكير. لو انت من الناس اللي بتنسى اكلت ايه امبارح او بتنسى مكان مفاتيحك او حطيت موبايلك فين، فانت لازم تلبس الكوتشي دلوقتي وتجهز للجري. اثبت العلماء ان التمارين اللي بترفع معدل ضربات القلب وبتخليك تعرق كتير ده بيحسن على الوظائف المخ. طبعا الجري من اكتر التمارين اللي بتعلي ضربات قلبك وبتخليك تعرق بما فيه الكفاية، فبالتالي وظائف المخ هتعمل بكفاءة اعلى لما تكون ما بتجريش. نوم عميق. تجربة صغيرة اتعملت، وجدوا العلماء ان الناس اللي بتجري بانتظام ومعدل جريهم متوسط نص ساعة لمدة 5 أيام في الأسبوع على الأقل بدأوا في النوم بشكل أفضل، وده أمر مفيد جدا للجسم. وكمان لقوا تحسين في حالاتهم العقلية زي ما قلنا قبل كده. تقوية للمناعة. من ضمن الدراسات اللي اتعملت ان الجري لمدة نص ساعة بانتظام برضو
بتقوي المناعة جدا، وبتقلل من خطر الوفاة بأشكال السرطان المختلفة. طيب إزاي أجري كل يوم من غير ما يحصل لي أي إصابة؟ أشتري كوتش للجري، عشان الجزم العادية ما بتكونش مصممة للجري، ممكن تجيب لك إصابة في أي وقت. أزود حمل الجري بالتدريج. أزود رياضة جنب الجري زي السباحة أو عجل أو جيم. واوعى تنسى تسخين قبل الجري، ولو في إمكانية إنك تتابع مع مدرب يوضح لك أخطاء التمرين أو الجري هيكون أفضل ليك. الستريت ولا التريدميل؟ الناس اللي لسه بادئة جري جديد بيكون عندهم سؤال واحد، وهو أنهي أحسن، أجري في الشارع ولا على التريدميل؟ خلينا نبص على السؤال ده بتفصيل أكتر. لو جينا حسبناها نحس المكان اللي انت عايش فيه. لو انت عايش في المدينة جوها بيتغير كل شوية، أو فيها مصانع ودخان وتلوث عموما في الجو، وفكرت تجري في الشارع، فده هيأثر على صحتك وصحة صدرك. فبالتالي الجري على التريدميل هيكون أفضل ليك، لأن هوا الجيم هيكون أفضل بكتير من هوا الشارع الملوث. لو انت عايش في المدينة جوها نقي، فأحسن طبعا الجري في الهوا، عشان تاخد الأكسجين الكفاية وانت بتجري. وكمان لو جريت في الشارع فده هيسهل عليك انك تحقق التدريب المطلوب منك أو الوقت المطلوب منك للجري. في نفس الوقت هيبقى سهل عليك انك تغير معدل الجري بتاعك. الخلاصة: الجري نص ساعة كل يوم بانتظام ليه فوائد كتير جدا على الجسم والصحة العامة. ممكن تكون في الأول صعب الالتزام بيه، لكن لو قدرت انك تحققه هتاخد مميزات كتير جدا لجسمك، من قلب قوي ونوم صحي ومناعة قوية، وكمان وزنك هيكون مثالي. وبس كده. لو عجبتك الحلقة اعمل لايك واشترك في القناة لو لسه مشتركتش، ودمتم في رعاية الله.